صلاة ليلة 25 من شهر رجب، وهي هذه الليلة إن شاء الله ليلة الثلاثاء، وهي ليلة استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. من صلاها غفر الله له جميع ذنوبه، ولذلك يقول النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ما مضمون حديثه، يقول: من صلى صلاة ليلة 25 من شهر رجب فقط اسمع ثواب هذه الصلاة، قال: حفظه الله في نفسه وأهله ودينه وماله ودنياه وآخرته، بعد ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له. فصلي هذه الصلاة من أجل نفسك، من أجل أهلك، ومن أجل دينك ودنياك، وهي تصلى بالسنة مرة واحدة، وبالإمكان أن تبعث ثواب هذه الصلاة إلى أرواح موتاكم جميعا. كيفية هذه الصلاة: الصلاة 20 ركعة، يعني مثل صلاة الصبح 10 مرات، تقرأ في كل ركعة، يعني في الركعة الأولى والثانية والثالثة إلى 20 فاتحة الكتاب مرة واحدة، والآية 285 من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله، إلى آخر السورة. الآية 285 والآية 286 وليس بطوال. ومن لم يحفظ هذه الآية بالإمكان أن يقرأها عن طريق الموبايل أو عن طريق المصحف الشريف وهو بالصلاة، تقرأ مرة واحدة. وسورة التوحيد قل هو الله أحد تقرأ كذلك مرة واحدة. وكذلك بالإمكان أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس. والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح شقد 10 مرات، كل ركعتين فيها نية، تقول: أصلي صلاة ليلة 25 من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم. وكذلك في ركعة الثالثة والرابعة نية: أصلي صلاة ليلة 25 من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم، إلى آخر العشرين ركعة. وقت هذه الصلاة تقول الرواية ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقتها بعد ما تصلي صلاة المغرب تصلي هذه الصلاة. وقلنا بإمكان أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس. أما الإنسان اللي ما يدري أو نسى هذه الصلاة أو وقت هذه الصلاة، بالإمكان أن تصليها بعد صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر، ولكن بنية رجاء المطلوبية. تقول: أصلي صلاة ليلة 25 من شهر رجب بنية رجاء المطلوبية قربة إلى الله، يعني وقت مفتوح لك، فلا تقصروا من هذه الصلاة في ليلة 25 من شهر رجب. جزاكم الله خير جزاء المحسنين، وأرجو من جميع أحبتي الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع ليصل إلى الجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.